من أبرز الثنائيات التي نجحت في الاستمرار حتى نهائي برنامج قسم ونصيب العروسة والحماة، يبرز الثنائي الذي جمع بين داني اللبناني ومرجان المغربية، حيث مرت علاقتهما بعدة مراحل قبل أن تستقر بشكل نهائي. فداني لم يجد شريكة حياته منذ البداية، بل خاض أكثر من تجربة تعارف مع عدد من المشتركات، محاولا اكتشاف الشخصية الأقرب إليه والأكثر توافقا معها. وفي المراحل الأولى من البرنامج اختار داني التعرف على شيماء المغربية التي دخل معها بشبه علاقة، وبدت العلاقة بينهما في البداية واعدة، خاصة مع وجود رغبة متبادلة في منح هذه الفرصة الوقت الكافي. إلا أن الأيام كشفت وجود اختلافات في طريقة التفكير والتواصل بينهما، وهو ما جعل علاقتهما لا تستمر طويلا، لينتهي هذا التعارف دون أن يتحول إلى ارتباط حقيقي فعلي ليتم مسيرته لنهاء قسم ونصيب العروس والحماة. وبعد انتهاء تلك التجربة وصل داني البحث عن الشريكة التي يشعر معها بالراحة والانسجام، إلى أن شهد البرنامج دخول المشتركة المغربية مرجانة، التي تمكنت منذ ظهورها الأول من لفت انتباهه بشخصيتها الهادئة وطريقة تعاملها المتزنة مع الجميع. ومنذ اللقاءات الأولى بدأت ملامح التفاهم بينهما تظهر بشكل واضح، ومع مرور الحلقات أصبحت العلاقة بين داني ومرجان أكثر قوة واستقرارا، حيث حرص كل واحد منهما على التعرف إلى الآخر بعيدا عن الخلافات والصراعات التي كانت تشهدها الفيلا بين بقية المشاركين. وكان هذا الهدوء أحد الأسباب التي ساعدت علاقتهما على النمو تدريجيا. كما لاحظ المشاركون والحموات وجود انسجام كبير بين داني ومرجانة، سواء في طريقة الحوار أو في أسلوب التعامل، الأمر الذي جعل الكثيرين يرون أن هذا الثنائي يمتلك مقومات الاستمرار أكثر من غيره، فقد كان كل طرف يمنح الآخر مساحة للتعبير عن رأيه، وهو ما عزز الثقة بينهما مع مرور الوقت. ورغم أن المنافسة داخل البرنامج كانت مليئة بالمفاجآت والتغييرات، فإن علاقة داني ومرجانة بقيت بعيدة عن معظم الخلافات، واستطاع الحفاظ على استقرارها في وقت كانت فيه العديد من العلاقات الأخرى تشهد الانفصال أو تبديل الشركاء. ولم يكن وصول هذا الثنائي إلى النهائي وليد الصدفة، بل جاء نتيجة سلسلة من المواقف التي أظهرت قوة التفاهم بينهما وقدرتهما على تجاوز العقبات التي واجهتهما خلال الرحلة، وهو ما جعلهما في أبرز الثنائيات في هذا الموسم. ويبقى هذا الثنائي، ولهذا ظل داني اللبناني ومرجان المغربية معا حتى نهائي قسم ونصيب العروس والحماة، ليكون من أكثر الثنائيات استقرارا طوال الموسم. ومن أبرز الثنائيات التي استطاعت الصمود حتى نهاية برنامج قسم ونصيب العروسة والحماة أيضا يبرز الثنائي الجزائري الذي جمع بين آية الجزائرية ووليد الجزائري، فقد مرت علاقتهما بعدة مراحل قبل أن تستقر بشكل نهائي، حيث لم تكن آية قد حسمت قرارها منذ البداية،
بل وجدت نفسها في حيرة بين شخصين هما ابن بلدها وليد الجزائري وداني اللبناني، اللذان أبديا اهتماما بالتعرف إليها في مراحل مختلفة من البرنامج. وفي الحلقات الأولى كانت آية تحاول منح الفرصة لكلا الطرفين حتى تتمكن من اكتشاف الشخصية الأقرب إليها، لذلك بدت مترددة في اتخاذ قرار نهائي، وكانت تحرص على التعرف على كل منهما بشكل أفضل قبل حسم اختيارها، وهو ما جعل رحلتها داخل البرنامج مليئة بالتفكير والتردد. لكن مع مرور الوقت بدأت آية تلاحظ الفارق بين طريقة تعامل وليد وداني معها، فقد كان وليد متمسكا بها منذ البداية وأظهر رغبة واضحة في مواصلة التعارف معها دون أن يشتت اهتمامه بين أكثر من مشتركة، وهو ما منحها شعورا بالأمان والثقة في نواياه. وفي المقابل كان داني يخوض تجارب تعارف أخرى مع عدد من المشتركات، من بينهن مايا السعودية وديانا العراقية، في محاولة لاكتشاف الشخص الذي يراه الأقرب إليه. ورغم أن ذلك ينسجم مع طبيعة البرنامج، إلا أن آية رأت أن هذا الأمر جعلها تشعر بأن اهتمامه بها لم يكن بنفس الدرجة التي أظهرها وليد. ومع توالي الحلقات ازداد اقتناع آية بأن الشخص الذي منحها الأولوية أن الشخص الذي منحها الأولوية منذ بداية البرنامج كان وليد، لذلك بدأت تميل إليه أكثر ووجدت في تصرفاته دليلا على رغبته الصادقة في بناء علاقة مستقرة داخل البرنامج، وهو ما ساعدها على حسم قرارها النهائي. كما ظهر الانسجام بين آية ووليد في العديد من المواقف، حيث كان الحوار بينهما يتسم بالهدوء والتفاهم، واستطاع تجاوز المواقف الصعبة دون أن يؤثر ذلك على علاقتهما، الأمر الذي جعل الكثير من المتابعين يتوقعون استمرارهما حتى نهاية البرنامج. ومع اقتراب المنافسة من مراحلها الأخيرة، أصبحت علاقة آية ووليد أكثر قوة وثباتا، ولم تشهد التقلبات التي عرفتها بعض العلاقات الأخرى داخل الفيلا، فقد فضل وليد التركيز على علاقته بآية، بينما شعرت هي بأنها وجدت الشخص الذي منحها الاهتمام والاحترام والاستقرار الذي كانت تبحث عنه منذ بداية التجربة. وبفضل هذا التفاهم تمكن الثنائي من الوصول إلى نهائي قسم ونصيب العروس والحماة بعد رحلة طويلة من التعارف والاختبارات أثبت خلالها أن الثقة والوضوح بين الطرفين كان من أهم أسباب نجاح علاقتهما داخل البرنامج. وأصبح آية ووليد من أكثر الثنائيات التي حظيت باهتمام الجمهور، خاصة بعد الطريقة التي تطورت بها علاقتهما من مرحلة التردد إلى مرحلة الاستقرار والثقة المتبادلة، وهو ما جعل الكثيرين يرون فيها ثنائيا متفاهما استطاع تجاوز مختلف التحديات. وفي النهاية وجدت آية الجزائرية في وليد الجزائري الحب والاهتمام اللذين كانت تبحث عنهما منذ بداية مشاركتها في البرنامج، بينما أثبتت
وأثبت وليد أنه متمسك باختياره حتى النهاية ليواصل رحلتهما معا ويكون من أبرز الثنائيات التي نجحت في الوصول إلى نهائي قسم ونصيب العروسة والحماة. ومن بين الثنائيات التي يتوقع أن تستمر حتى نهاية برنامج قسم ونصيب العروس والحماة، يبرز أيضا الثنائي الذي سيجمع بين إيهاب التونسي وديانا العراقية. فرغم أن رحلة ديانا داخل البرنامج بدأت وسط الكثير من الجدل، فإن الأحداث ستأخذ منحا مختلفا تماما مع تقدم الحلقات، لتجد نفسها تعيش تجربة لم تكن تتوقعها منذ لحظة دخولها إلى الفيلا. فعند دخولها البرنامج كانت ديانا تركز على لفت الأنظار وإثبات حضورها بين بقية المشتركين، كما حاولت التعرف على أكثر من شاب. وكان اسم مصطفى المصري من بين الأسماء التي ارتبطت بها في بداية المنافسة، إلا أن مجريات الأحداث ستتغير تدريجيا لتكتشف أن مشاعرها الحقيقية لا تتجه نحو الشخص الذي كانت تعتقد أنه هو الأقرب إليها في البداية. ومع إيهاب التونسي ستبدأ صفحة جديدة في حياة ديانا داخل الفيلا. سيظهر انسجام واضح بين الطرفين، وسيجمعهما حوار هادئ وتفاهم متبادل، وهو ما سيجعل علاقتهما تتطور بصورة أسرع من المتوقع. وسيلاحظ المشاركون والحموات أن العلاقة بين إيهاب وديانا تختلف عن كثير من العلاقات الأخرى داخل البرنامج، إذ ستقوم على التقارب التدريجي والثقة المتبادلة، بعيدا عن الخلافات والصراعات التي شهدتها بعض الثنائيات الأخرى. وسيحرص كل واحد منهما على منح الآخر الوقت الكافي للتعرف على شخصيته الحقيقية. ومع مرور الحلقات تبدأ ديانا بحسب مجريات الأحداث في الابتعاد عن فكرة البحث عن الشهرة أو لفت الأنظار، لتصبح أكثر اهتماما بالحفاظ على علاقتها التي نشأت بينها وبين إيهاب. وستجد نفسها تعيش مشاعر لم تكن تتوقع أن تختبرها داخل البرنامج، بعدما تحولت المنافسة بالنسبة إليها تجربة عاطفية حقيقية. أما إيهاب فسيظهر منذ البداية متمسكا بديانا، وسيحرص على دعمها في المواقف المختلفة، وهو ما سيمنحها شعورا بالأمان والثقة. ومع كل لقاء جديد ستزداد قوة العلاقة بينهما ليصبح من أكثر الثنائيات انسجاما داخل الفيلا. كما ستواجه هذه العلاقة بعض الاختبارات، سواء بسبب المنافسة أو اختلاف وجهات النظر بين المشاركين، إلا أن إيهاب وديانا سيحاولان تجاوزها بالحوار والتفاهم، وما هو ما سيزيد من قوة ارتباطهما ويجعلهما أكثر تمسكا ببعضهما البعض. وسيكون وصولهما إلى النهائي نتيجة طبيعة للتفاهم الذي بنياه منذ بداية تعارفهما، حيث سيستطيعان الحفاظ على استقرار علاقتهما رغم التحديات التي ستواجههما داخل الفيلا، ليصبح من أبرز الثنائيات في هذا الموسم. ومن بين الثنائيات التي سيشهدها المراحل الأخيرة أيضا من برنامج قسم ونصيب العروسة والحماة، يبرز أيضا الثنائي الذي سيجمع بين مصطفى المصري وأسيلة المغربية في واحدة من أكثر قصص التعارف. مصطفى من أكثر الشباب الذين دار حولهم الاهتمام
إذ تعرف على أكثر من مشتركة وخاض عدة تجارب بحثا عن الفتاة التي يشعر معها بالراحة والتفاهم الحقيقي. وخلال الحلقات الأولى حاول مصطفى التعرف على عدد من المشتركات، من بينهم ابتسامة المغربية وديانا العراقية. كما مرت علاقته بعدة مراحل شهدت تقاربا وابتعادا، وهو ما جعل الكثيرين يعتقدون أنه لم يحسم قراره النهائي بعد، وأنه لا يزال يبحث عن الشريكة التي تنسجم مع شخصيته. لكن مع دخول أسيل المغربية إلى البرنامج ستبدأ مرحلة جديدة في حياة مصطفى داخل الفيلا، حيث سيغير مسار الأحداث بصورة لم يكن يتوقعها أحد. فمنذ اللقاء الأول بينهما سيظهر انسجام واضح في طريقة الحديث والتعامل، وسيشعر كل منهما براحة كبيرة في وجود الآخر، لتبدأ بينهما رحلة تعارف مختلفة عن كل التجارب السابقة. ومع مرور الأيام سيكتشف مصطفى أن أسيل تمتلك الصفات التي كان يبحث عنها منذ بداية البرنامج، سواء من حيث أسلوبها الهادئ أو شخصيتها المتزنة أو طريقة تعاملها مع الجميع، وستجعله هذه الصفات يقترب منها أكثر ويمنحها اهتماما خاصا يختلف عن اهتمامه بالمشتركات الأخريات. أما أسيل المغربية فستحاول هي الأخرى منح مصطفى الفرصة الكاملة للتعبير عن مشاعره، وستتعامل معه بهدوء بعيدا عن الضغوط والخلافات التي شهدتها بعض العلاقات الأخرى داخل الفيلا. وسيساعد هذا الهدوء على بناء الثقة بينهما بسرعة لتصبح علاقتهما أكثر قوة مع مرور الوقت. كما ستنجح أسيل في كسب احترام عدد من الحموات بفضل هدوئها وطريقة تعاملها، وهو ما سيعزز من فرص استمرارها داخل البرنامج. وستظهر في أكثر من موقف قدرتها على التعامل مع الضغوط دون الدخول في صراعات، الأمر الذي سيجعلها تحظى بصورة إيجابية داخل الفيلا. وفي النهاية سيتمكن مصطفى المصري وآسيل المغربية من مواصلة رحلتهما معا حتى نهاية قسم ونصيب العروس والحماة، بعد قصة تعارف مرت بعدة مراحل من التغيير والاختبارات لتنتهي باستقرار عاطفي مميز وتفاهم متبادل، ويصبح هذا الثنائي من أبرز الثنائيات التي ستترك بصمتها في الموسم، بعد أن قلب دخول آسيل جميع موازين مصطفى وغير نظرته إلى الحب والارتباط داخل البرنامج.